هذه هي وصفة ليكيش اللي محال نبدلها. العجينه كيفاه تجي تقرمش مع الحشو اللي محال يجيكم خلاص ناشف. صدقوني حتاكلوا تبكيو من البنه. معناكم راني نضحك. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنسينيش في جيم وكومونتير مليح كيما انتي، ابوني في طريقك، واذا عندك اي استفسار راني نرد على التعليقات، واذا حبيتي تزوريني في قناتي تاع اليوتيوب راهي في البروفيل. راح تحطي هنا 3 مغارف كبار تاع الزبده ولا 150 غرام، زيدي حبه بيض، وزيدي هنا نص مغرف صغيره تاع الملح، زيدي معاهم 3 مغارف كبار تاع الزيت ومغرف كبيره تاع الماء. خلطي كلش مع بعضها وزيدي هنا مغرف تاع الفرينه وخلطي حتى تولي لك بالقوام هذا. لازم تولي لك هكا صينو ليكيش تاعك ما يجيوش خلاص ملاح. وهنا زيدي لهم نص مغرف صغيره تاع خميره الحلوى وبدا يطمي فيها بالفرينه. وشوفي راني نلم برك، يعني ما نعجنش، جوست نلمو برك، خاطر كنت تعجنوها عفوا راهي تفسد لكم. شوفوا كيفاه تجي تتقطع من بعضها. غطيها وخليها في جهه واحد النص ساعه من بزمان نوجدوا الحشو تاعنا. وهنا للحشو عندي حبه بصله مقطعه، زيدي لها شويه زيت مع البولي. اذا حبيتوا ديروا فيونداشي زيدي التوابل، هنايا ملح فلفل اسود، شويه كركم، شويه حمار وهريسه وثوم، وحطيهم حتى يطيبوا لك. زيدي هنا زيتون مقطع، والمعدنوس اختياري بصح يجيو بزاف بنان. لاصوص هنايا نحتاجوا كاس كريم ليكيد وكاس الحليب يكون بارد، زيدي لهم حبه تاع بيض، ملح فلفل اسود، خلطي كلش مع بعضه، وزيدي الجبن اللي يكون متوفر عندك، زيدي خلطيهم مع بعضهم. وهنايا حطي عليهم الحشو اللي يكون بارد تاني وخلطي كلش وخليهم في جهه. نرجع هنا للعجينه تاعي بعد ما ارتاحت لي، نحط شويه تاع فرينه ونفتحها على سمك رقيق، ونجيب هذه الكبيره، انا درتها وحده كبيره ودرت هذوك ولادها صغار، حطوها وقصوا الاطراف وحاولوا تعدلوها مليح، يعني ساويوا الاطراف تاعكم، ونقبوها هنا بالفرشيطه. ومام الصغار درت لهم نفس الشيء، عدلتهم ونجي هنا ننقبهم ونبدا نعمر فيهم بالحشو تاعي. وهنا ديجا الفرن تاعي راهو يسخن على درجه حراره 180، سخنوهم مليح واحد ربع ساعه، حطوهم يطيب لكم مليح لتحت، وزيدوا طلعوهم الفوقه. وحبذا كنت تحطوهم فوق الشباك ماشي فوق بلاطو، باه ليه يطيبوا لكم. وهذا هما ليكيش تاعي، وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه.